للاسف هذه طريقه التعامل ما كتناش باش نقولوا شنو بغينا نقولوا ونتناقشوا كيف خصنا نتناقشوا. سمحوا لي بزاف ماشي تدخل في العمل البرلماني، لكن حين كنبغيو نتناقشوا في مواضيع اللي مهمه بزاف بحال هذه خص يكون شويه ديال نوسعوا على بعضنا شويه. ما عندناش علاش ماشي بالتلكسودون بخيره باش نطلعوش، يعني ماشي شي حاجه اللي غتوقفنا وتزيدنا دقيقه ولا جوج دقائق. يبدو انه السيد وزير الداخليه حين كان يعرض جوابه بقات الصفحه ما قراهاش. كاين 50 وكاين 60 سيدي، الله يجازيك بخير. شكرا سيدة الرئيسة. هذه نقطة نظام بخصوص تلاوة أسماء المتغيبين وهذا التدخل باسم الفريق الاستقلالي. لابد من توضيح ما يلي. أولا لابد نسجل أن تم خرق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في المادة 395 وتمت تلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرات التغيير. ثانيا نتساءل على تلاوة أسماء أعضاء الفريق الاستقلالي في البداية، وهذا غير سوي لأنه تنسألوا كيفاش تمت برمجة الأسماء الاستقلاليين على الأول، وهذا غير معقول. وتنطالبوا بذلك بتقديم اعتذار لكافة الأعضاء الذين تمت تلاوة أسمائهم، وهذا موقف مبدئي تنطالبوا به الحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما. وشكرا. شكرا. تفضل السيد نائب. سيدة الرئيسة، خلال جلسة 15 نوفمبر آخر جلسة اللي كان فيها التصويت في القانون المالي، كان السيد نائب الرئيس أشار إلى أن هناك دراسة بعض الملفات التي طرحها بعض السيدات والسادة النواب فيما يخص الغياب، وذكر أن سيتم يعني قراءة الأسماء واعتذار لهم خلال الجلسة القادمة. نتفاجأ اليوم السيدة الرئيسة أن تم إلغاء هذه الملاحظة، مع العلم أن النظام الداخلي أشار في المادة 395 أن غياب الأول تنبيه والغياب الثاني تنبيه وبعدها يتلى الاسم. إذن هناك خرق للنظام الداخلي. كذلك لم هذه الجلسة تم يعني مرور الكرام ولم يعلن عن الأسماء التي تم طرح طلبات الاعتذار. وشكرا. واضح السيد نائب. بخصوص الغياب سيتداول المجلس مكتب المجلس يوم غد ان شاء الله بخصوص هذه الاسماء الذين قدموا اعذار مقبوله. لا ريجي الصوت. بالنسبه للنواب الذين قدموا اعذار مقبوله طبقا للماده 137 سيتم سحب اسمائهم من المحضر ديال الجلسه الماضيه ويتم تقديم اعتذار لهم ان شاء الله في الجلسه المقبله. وبالنسبه سيتداول مكتب المجلس غدا بخصوص هذه النقطه. شكرا. تفضل السيد الرئيس. سنتي تفضل. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السادة الوزراء، السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، صاحب الجلالة الله ينصره طول عمره، بمناسبة ذكرى 50 البرلمان و60 كذلك، وكاين 50 وكاين 60 سيدي، الله يجازيك بخير. صاحب الجلالة يعني أكد على أن مصدر التشريع في المغرب هو البرلمان، وحيث تقدم الفريق الحركي ب 91 مقترح قانون، أكثر من 1000 مادة، ولم تتم الدراسة. ندعو الحكومة للعناية والاهتمام بهذه المقترحات القوانين حتى نتمكن من لعب الدور ديالنا والمنوط بنا وفقا لمقتضيات الدستور من جهة، وكذلك لتحريك اللجان. اليوم اللجان لها الوقت لمناقشة المقترحات. كما ندعو السيد رئيس الحكومة لإعطاء تعليماته لحضور السيدات والسادة الوزراء لمناقشة هذه المقترحات. نحن نحضر لمناقشة المشاريع، يجيو ويقولوا لنا إيه أو لا وتسالى الموضوع. شكرا سيد نائب. واضح السيد الرئيس. بخصوص تفعيل بدأ مكتب المجلس في تفعيل المادة 171 من النظام الداخلي، وسيظهر المكتب المجلس على عادته على المسطرة ديال المقترحات ديال القوانين بالنسبة للدراسة ديالها والتصويت ديالها كعادته في الدورة الماضية. شكرا سيد الرئيس. حضرات السيدات والسادة، نشرع في طرح الأسئلة الشفوية. تفضل السيد الرئيس. خديتي نقطة نظام السيد الرئيس بخصوص
اولا كان هناك التزام ديال الرئيس السابق، ثانيا حنايا لا نطالب بسحب الاسماء، ولكن اعتذار لهاد الناس اللي ثلاث اسمائهم لانهم لم يتم احترام مضامين النظام الداخلي. هذا هو الاساس اللي بغيت ناكد عليه، هناك خرق لهذا النظام. شكرا سيد الرئيس. تفضل السيده النائبه. شوفي فينا استاذ السيد الرئيس، احنا طبقا للماده 163 من القانون من النظام الداخلي، في الجلسه السابقه السيده الرئيسه اخبرتنا رئاسه الجلسه ان الحكومه تجاوبت مع الموضوع الطارئ للمعارضه الاتحاديه بخصوص غياب بعض الادويه المتعلقه بالقلب والشرايين والسرطان ما يهدد صحه المواطن المغربي، لكن نتفاجأ بهذه الجلسه عدم برمجه هذا الموضوع الطارئ، ونسجل بكل اسف عدم التزام الغياب وغياب الحكومه لهذا الموضوع اللي كيهدد هذا الفئه من الناس اللي كتعاملين بهذا الغياب الادويه في امراض القلب والشرايين والسرطان. نسجل هذا الغياب بكل اسف نظرا لان تجاوبت الحكومه ولم تسجله في هذه الجلسه، وشكرا. شكرا. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيدة رئيسة. ونحن أيضا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية نؤكد على ضرورة الالتزام بالحضور داخل أشغال هذه الجلسات، ولكن نؤكد دائما على ضرورة احترام النظام الداخلي. وقد قلنا سابقا أن النظام الداخلي لم يحترم في تلاوة الأسماء خلال الجلسة المتعلقة بتلاوة الأسماء المتغيبين. كانوا نواب حاضرين معنا في جلستي 4 و11 وذكرت أسماءهم، ولما سألنا لجنة الأخلاقيات تبين أن حتى التبرير الذي أعطي لنا باسم لجنة الأخلاقيات لم يكن صحيحا، ولجنة الأخلاقيات لم تعطي تلك اللائحة السيدة الرئيسة، وليتحمل المجلس ومكتب المجلس مسؤوليته في هذه المسألة. المسألة الثانية، وسيا على ما كان من عرف بخصوص رئاسة الجلسات حينما تتلو القطاعات الحكومية الحاضرة في إطار حرص على مراقبة العمل الحكومي والحكومة، نلتمس منكم أن يتم التطرق في هذه الجلسة للقطاعات الحكومية الغائبة عنها، وشكرا. شكرا السيد الرئيس. تفضل السيد نائب. هل هناك تفضل السيد الرئيس. السيدة الرئيسة، نقطة نظام. وجرت العادة أنه الصدر ديال الرئاسة كيكون رحب. يبدو أنه السيد وزير الداخلية حين كان يعرض جوابه بقات الصفحة ما قراهاش، والموضوع مهم. أظن بأن 50 ثانية اللي في التعقيب الإضافي ستكون غير كافية، لذا أرجو السيدة الرئيسة أن تمنح السيد وزير الداخلية لإكمال الإجراءات، لأن هي اللي جينا باش نسمعوها. شكرا. شكرا السيد نائب. هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ هل هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ الكلمة لكم السيد الوزير المحترم. تفضل السيد الوزير. عندك ما بقاليش الوقت. أنا تعقيب. سمحوا لي زعما السيده الرئيسه المحترمه، السيدات والساده النواب، هذا موضوع كيهم مليون مغربي ومغربيه. مع الاسف هذه طريقه التعامل ما كتناش باش نقولوا شنو بغينا نقولوا ونتناقشوا كيف خصنا نتناقشوا. سمحوا لي بزاف، ماشي تدخل في العمل البرلماني، لكن حين كنبغيو نتناقشوا في مواضيع اللي مهمه بزاف بحال هذه خص يكون شويه ديال نوسعوا على بعضنا شويه. ما عندناش علاش ماشي بالتلفزيون بخيره ماشي نطلعوش، يعني ماشي شي حاجه اللي غتوقفنا وتزيدنا دقيقه ولا 2 دقائق. مع الاسف التدابير اللي خصنا نديروهم مازال ما هضرناش فيهم، وكاين تدابير مهمه واللي كتهم مليون مغربيه ومغربي في الجبال وفي القرى النائيه اللي محتاجين الدعم في هذا الوقت. بطبيعه الحال كنطلبوا من ربي الله يرحمنا في الشتاء لانه هو الاهم، لكن البرد واخا ما كاينش الشتاء، مع الاسف واخا ما كاينش الشتاء البرد كاين والناس كتكرفص، وكاين واحد العمل جبار كتقوم به الدوله، كتقوم به الحكومه، كيقوم به القطاعات الحكوميه جميعا تفيد باش وكتشوفوا هذا الشيء كتعيشوا، خاصه الاخوان اللي كيجيو من المناطق النائيه كيعيشوا معنا هذا الشيء. كاين واحد العمل جبار كيدار والله خصنا نتعاونوا عليه ونمشيو به ان شاء الله، وكل عام كاين تحسن. مره اخرى ان شاء الله يكون عندنا الوقت الكافي باش نشرحوا كاع التدابير اللي خصها تدار. شكرا السيد الوزير المحترم. تفضل السيد الرئيس.
شكرا السيده الرئيسه. في نفس السياق اللي جات نقطه النظام الداخلي فعلا كيحدد الوقت لا الحكومه ولا البرلمان، وهذا كنعانيو منه كبرلمانيين بحق دقيقه باش غادي يعرض الانسان الموضوع ديالو كتجي، ولكن هذا خصو تغيير في النظام الداخلي. لكن النظام الداخلي نفسه كيعطي الحق لواضع السؤال ان السيد الوزير او الوزيره ما استكملتش جميع المعطيات، يمكن كالتمسهم السيد الوزير الباقيه ديال الماده كيعطي المجلس وتوزع على النواب والنائبات باش كيطلعوا على جميع الاجراءات. شكرا.